في الفيديو ده هنتكلم عن هل الاهلي فعلا هيشتري مصطفى فتحي، عشان تبقى الضربه ضربتين. بس ما تنساش تشترك في القناه، وعلى فكره ده بيفرق معايا جدا. معلش هاخد دقيقه من وقتك. اشتراكك في القناه بيفرق معايا جدا، بيفرق ان انا اطور من محتوايا، بيفرق ان انا اعرف ان الناس بتتفرج على فيديوهات فتدعمني اكتر، بيفرق ان انا على الاقل ببقى فرحان جدا ان في حد عجبه المحتوى وعايز يشترك في القناه. فيا ريت ما تنساش انك تشترك في القناه لانها حاجه مهمه وفعلا بتفرق جدا. وبسم الله نبدا. الاهلي بعد ما خلص صفقه امام عاشور، وعلى فكره صفقه امام عاشور دي انا اول واحد اتكلمت عنها والله اعلم، يعني في فيديو نازل اسمه رحيل حمدي فتحي عن الاهلي، وفي الفيديو ده احنا قلنا ان حمدي فتحي خلاص هيمشي، وقلنا مين البودلة بتوعه في الوقت اللي محدش كان بيتكلم اصلا عن امام عاشور هيروح فين ولا هيجي منين، وانا توقعتها، يعني كان مجرد توقع. ايه بقى موضوع مصطفى فتحي؟ خليني اقول لك ان في الكام ساعه اللي فاتوا ان مصطفى فتحي اسمه انتشر كتير وارتبط كتير بالاهلي. طب هو الاهلي محتاج مصطفى فتحي؟ هقول لك الاهلي محتاج مصطفى جدا. الاهلي مشى رونو سافيو رسمي، الاهلي عنده بيرسي تاو جناح لمين بيلعب بشماله. طب تعال نشوف مين كمان جناح بيلعب بشماله في الاهلي. فكر كده، كريستو مش اساسي، او الراجل مش شايف انه لاعب اساسي. هو من الاخر كولر شايف كريستو لاعب ناشئ فبيديله فرصه على فترات متباعده كده. يعني مثلا القندوسي، لا القندوسي خد فرصه وهياخد فرصه اكتر، انما كريستو لا، هو شايفه لاعب ناشئ مش اساسي، مع ان امكانياته كويسه ويجي منه على فكره. طب فكر كده مين كمان اشول جناح لمين الاهلي؟ مش هتلاقي غير طبعا قلنا بيرسي تاو. يبقى مصطفى فتحي مطلب مهم جدا، بيلعب شماله جناح لمين، وعلى فكره بيقدر يلعب جناح شمال، بس خلينا نقول ان الاساسي بتاعه جناح لمين. بيرسي تاو جاي له عرض من برايتون الانجليزي، ويقال ان بيرسي تاو عايز يمشي اساسا، وهو عايز يسيب الفريق وهو في فورمه عاليه، وكمان خد بطوله افريقيا مع النادي، وخد برونزيه، وخد دوري، وخد كاس، وخد 2 سوبر. فهو يعني شايف ان ده وقت مناسب ان هو يمشي، وعايز يرجع الدوري الانجليزي تاني. ولو افترضنا ان بيرسي تاو مكمل مع الاهلي هنقول ان هو مكمل. برضه ما ينفعش نادي بحجم الاهلي يكون عنده جناح لمين اشول بس، يعني واحد بس ما ينفعش، لازم يكون عندك على الاقل 3، 2 كده كبار وواحد صغير في السن. انت عندك بيرسي تاو وكريستو صغير في السن وكويس، يبقى محتاج كمان معاهم واحد يكون تقيل اللي هو مصطفى فتحي. وعلى فكره لو جيت بصيت للمركز ده في مصر مش هتلاقي لعيبه كتير اشول وجناح لمين. يعني مثلا احسن لاعب جناح في مصر دلوقتي هو احمد السيد زيزو. تقول لي بقى ما هو بيبدل واصله بيلعب شويه بشماله وشويه باليمين، اقول لك هو اساسا باليمين، فالمركز ده في مصر نادر. فانا هبقى شايف ان الاهلي غلطان لو اتعامل مع بيراميدز بالفير بلاي بقى ومبادئ والحاجات دي وساب مصطفى فتحي ليهم. صفقه رخيصه جدا، مليون دولار. بالنسبه للاهلي مش مشكله، الاهلي داخله تقريبا الموسم ده 11 مليون دولار من مكاسب البطولات ورحيل بعض اللعيبه، فصفقه بمليون دولار ما ينفعش تضيع من الاهلي. خليني اقول لك ان مصطفى فتحي هيحل لك حل ان هو لاعب مصري مش اجنبي، يعني انت تقدر تروح تجيب كمان لاعب اجنبي. مصطفى فتحي انك تقدر تجيبه وتجيب معاه كمان اجنبي. لو الاهلي جايب مصطفى فتحي جناح لمين وبقى عنده بيرسي تاو ومصطفى وكريستو، هيبقى الاهلي محتاج بقى جناح الشمال. ممكن الاهلي يجيب ساعتها 2 جناحات شمال مصريين او 2 اجانب كمان، او اجنبي ومهاجم. والاهلي عامه يقدر يعمل موسم الصفقات ده موسم عالمي. يعني انت بدات الموسم اهو بامام عاشور، فما ينفعش بقى تيجي بعد كده وما تسدش الثغرات اللي عندك. ثغرات الاهلي في مدافع، ثغرات الاهلي في بديل علي معلول، ثغرات الاهلي في انه محتاج على الاقل 3 اجنحه، واحد يمين و2 شمال، محتاج 2 مهاجمين. احنا المره اللي فاتت بفضل الله توقعنا ان امام عاشور صفقه للاهلي، وكان في الوقت ده شوف تاريخ الفيديو، وكان في الوقت ده ما حدش بيتكلم عن امام عاشور. دلوقتي احنا بنتوقع ان مصطفى فتحي يجي الاهلي. شايف كلام كتير ان الاهلي مش هيخش في الصفقه، لا هو الاهلي هيخش في الصفقه، بس منتظرين انتهاء صفقه امام عاشور. ده اللي انا اعتقده، ان الاهلي دايما مش عادته انه بيمشي في صفقتين مع بعض. ولو انت سالتني اعتقد ان بعد امام عاشور هيتعلن عن صفقه بوبو وعن صفقه مصطفى فتحي، او الاهلي هيبدا يخش في صفقه مصطفى فتحي. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش تشترك في القناه، تفعل زر الجرس، تعمل لايك، وسلام.